في مثل كده احنا عارفينه دايما ان الجواز زي البطيخه، وللاسف بقى انا جايه اقولك ان مش الجواز بس زي البطيخه لكن الخلفه كمان. في اطفال بتاخد فتره من حياتها انها تعيط على حاجه معينه، انت بقى مش بتبقي عارفه العياط الطفل اللي هيجيلك ده بسبب البغص ولا بسبب التسنين ولا بسبب قله النوم ولا بسبب الرضاعه. فانا بقى جايلك في الفيديو ده اقولك عن الكوليكي بيبي او الطفل اللي بيجي يعيط بسبب المغص. انا لواحده من بناتي كانت تعتبر كوليكي بيبي، كانت اكتر فتره في حياتها بتعيط فيها هي اول 3 شهور او اول 4 شهور بسبب المغص، فجايه اكلمك عنها اكتر واقولك ايه اللي ممكن تعمليه عشان تقللي الموضوع ده. بس الاول لو اول مره تشوفيني، انا ساره، مامي عندها بنتين. اديكي وعرفتي بقى ان واحده منهم عندها مغص كتير، كانت في الفتره الاولانيه وعذبتني معايا عشان افهم ازاي اتعامل معاها، فجايه بقى اشارككم الخبره دي عشان ما تعديش بنفس الحاجات اللي انا عديت بيها. طيب نتاكد ازاي انه بكاء الطفل او صراخه ده بسبب المغص؟ ما هو ممكن يبكي بسبب حاجات كتير قوي، احنا عارفين ان الفتره الاولانيه اصلا مليانه عياط. طيب هنتاكد بسبب 3 حاجات. اول حاجه الطفل هتلاقي لما بيصرخ فيه تحجير في بطنه، لو حطيتي ايدك هتلاقي العضلات تحت بطنه منقبضه، ده في الاغلب مغص. حاجه كمان هتلاقي رجله بتتني كده ناحيه بطنه، وتلاقيه ان هو عارفه لما حد يكون تعبان من بطنه بيضم عليها، هو هتلاقيه بيعمل كده. حاجه كمان مشهوره ان الطفل ممكن تعرضي عليه الرضاعه حتى لو هو مثلا اخر رضعه كانت لسه من بدري قوي مش قادر يرضع بسبب المغص، او كمان ممكن يكون بيرضع وفجاه يوقف المغص ويقعد يوقف الرضاعه ويقعد يعيط. الاسباب دي لو لاحظناها في الطفل يبقى في الاغلب هو كوليكي بيبي، والعياط ده بسبب المغص. ودي باقي العلامات اللي بتاكد لنا ان الطفل بيعيط بسبب المغص، زي انه يكون عياطه او بكائه عالي قوي ومزعج، وتلاقيه ان هو بيتني او بيقفل على ايده، ووشه من كتر الحزق والتعب بيكون مكشر ولونه احمر قوي. ممكن كمان تسمعي صوت غازات، وعاده ده بيظهر اكتر في وقت بالليل، يعني على اساس انه الغازات بتتراكم على طول النهار وبتزيد قوي بالليل. عايزه اقول لكل ام جديده انك ما تتخضيش من عياط الطفل، هي دي طريقته في التواصل معاكي او مع اي حد تاني محيط بيكو. خلينا بس في الاول نفهم ايه اسباب او اكتر اسباب بتسبب المغص للطفل، وبعد كده نفهم ازاي نتجنبها. حاجه من الحاجات المشهوره جدا الامهات الجديده بالذات لو اول طفل ليكي بتعملها ان احنا نرضع الطفل غلط. لو الطفل مش موجه ليكي وواخد الحاله ما بالهاله بشكل صحيح وقافل بقه كله عليها، هتسمعي صوت تصفير. صوت التصفير ده مش حاجه مطمئنه انه البيبي بيبلع، لكن صوت التصفير ده معناها ان هو بياخد هواء. لازم تعدلي وضع البيبي، وانا هحط لك ازاي ترضعي صح في الايفون. ادخلي الفيديو تعلمي الرضاعه الصح، مش بس عشان البيبي والمغص لكن كمان عشان ما يحصلش تشقق للحمى. لو في تصفير البيبي معناها ان هو اتملى هواء وهيتعب بعد كده. حاجه كمان برضو للامهات اللي بترضع صناعي، نفس الفكره في الببرونه. راعي انه يكون واخد الببرونه كويس قوي وما يطلعش اي صوت تصفير، ودايما اشتري ببرونه بحجم الرضع، ما تشتريش واحده كبيره قوي فيقوم في فتره ما يعرفش ياخد منها فيدخل له هواء. وميلي الببرونه بشكل كويس قوي، بس اوعي تنسي ان انت تبقي رافعه الطفل 45 درجه، بالذات اللي بيرضع صناعي، عشان اللبن ده ما يأذيش ودانه وبيعمل له مشكله في طبله الاذن. السكاته، في امهات كتير بتروح اصلا المستشفى تولد بالسكاته على اساس ايه؟ ان هو هتحطها البيبي هيسكت على طول. ممكن يسكت في البدايه فعلا، بس هتعمل مشكلتين. اول حاجه الطفل هتعود على الشكل رضاعه غلط، لان الطفل في السكاته او في الببرونه الصناعي بيعض، انما في الرضاعه انا قلت قبل كده ان هو عباره عن زي قنوات كده بيسحب منها اللبن، انما في التتينه او في الببرونه بيعض عليه. فاول طبعا مشكله الطفل مش هيعرف يعض صح لما يجي يرضع منك، فتعمل مشكله في اثناء الرضاعه. الحاجه الثانيه طبعا هتدخله كميه هواء كتير، بلاش ناخد التتينه معانا المستشفى، ده طبعا مشكله كبيره وهتتعبك بعدين. برضو ممكن احنا نتجنبها في الفتره الاولانيه. في احيانا امهات كتير ترضع الطفل واول ما ينعس خلاص بتبقى تعبت عايزه تنومه. للاسف الموضوع ده لما بيتراكم اللبن وعليه الغازات وهو نايم هيصحى برضو بمغص شديد. احنا في اثناء الرضعه الطفل مثلا في نص الرضعه كده هناخده ونكرعه في 3 اوضاع للتكريع، كلها ممكن متاح تعمليها. بس اول وضع اللي هو وانت حاطاه على كتفك، مهم قوي تبقي متاكده انه بطنه مضغوط عليها بكتفك، بحيث اي هواء او اي غازات تطلع. احنا مش مجرد وضع، انما هي ضغطه
بالكتف على بطن البيبي. ده طبعا يعني اكتر واحد متعارف عليه واكتر واحد بنعمله، لانه الاوضاع التانية مثلا زي ان احنا نحطه على رجلينا وبطنه لتحت ممكن طبعا تسبب ارتجاع او حاجه. فده لو انت هتعمليه اعمليه، بس هو مش بعد الرضاعه على طول، خليه يكون بلع والدنيا كويسه وبعد كده تعمليه. المهم الثلاث اوضاع دي سهل جدا تطلعي الهواء من بطن البيبي. ليه بقى بقول كده؟ عشان لما بنبني الغازات، طبقه غازات عليها لبن على غازات على وهكذا، الطفل بيكون بصعوبه ان هو بيتخلص منها. لكن لو احنا اول شويه غازات قدرنا ان احنا نتخلص منها على طول هيكون اسهل. فمره في اثناء الرضعه ومره تانية في اخر الرضعه، ده هيساعد كتير ان هو يتخلص من الغازات. حاجه كمان برضو بتزود المغص، امهات يمكن كتير ما تعرفهاش، احنا كنا اتكلمنا قبل كده انه اللبن بيتمر بمراحل. لازم نرضع الطفل على نفس الناحيه لمده 15 دقيقه، ما ينفعش يرضع من ناحيه ونروح مثلا 5 دقائق او حاجه والطفل يزن او حاجه نقوم مديه على الناحيه الثانيه. ليه؟ اللبن بتاع الام بيمر بمراحل. اول مرحله اللي هو اللبن المخفف شويه اللي بيكون مليان سكر، بيكون اسهل على الطفل ان هو يرضعه، فممكن اول ما يخلصه يعيط عشان تنقليه على الناحيه الثانيه. مشكلته في ايه اللبن اللي هو ميه بسكر ده؟ اول حاجه مش هيزود وزن الطفل، تاني حاجه السكر ده بيتخمر في معده الطفل يطلع غازات، فتراكم اللبن اللي هو في البدايه ده اللي هو اسمه الفور ميلك لما بيزيد بيزود الغازات. فاحنا هنقعد الطفل لغايه ما ياخد اللبن اللي وراه واللي وراه اللي هو لغايه ما يوصل للدهون اللي هي الهايند ميلك، اللي هو بعد حوالي 10 دقائق من الرضاعه كامله على نفس الناحيه، عشان وزنه يزيد وعشان ياخد كمان الاجسام المضاده والمناعيه اللي محتاجها، وعشان برضو الغازات ما تزيدش في جسمه. طيب في مأكولات كمان الأم ممكن تاكلها تزود المغص للبيبي. هل المأكولات بتأثر على اللبن؟ للأسف بس أنا هقولك لسته من الحاجات، مش ضروري ده اللي توقفيه، يعني أنت هتختبري نفسك الحاجات دي هل بتزود لك الغازات، يبقى هتزود للطفل الغازات. هل لما أكلتي كذا الطفل تاني يوم ما نيمكيش، يبقى الحاجة دي هتوقفيها. لكن أنا هقول بصفة عامة أكتر الحاجات اللي بتزود الغازات، بس مش لازم توقفي كل الحاجات دي. كل طفل وكل أم عارفين ايه الحاجة اللي هتتعبهم. من الحاجات المشهورة قوي اللي بتزود الغازات طبعا كل الأكلات زي الكرنب والبروكلي والأرنبيط والحاجات دي كده بتزود عند أغلب الناس، بس انت برضو اختبريها مع طفلك. حاجة كمان البقوليات من الحاجات اللي معروفة عند أغلب الناس. حاجة كمان زي المنتجات الألبان، اللبن والزبادي وكده، فعند بعض الناس بتزود الغازات وبتزود عند الطفل. برضو ما توقفيش كل، يعني كده مش تقدري تاكلي اغلب الاكل، بس انت شوفي اللي مناسب ليكي، ايه اللي هيتعب طفلك وتوقفيه. حاجه زي الشوكليت او الكاكاو والحاجات دي برضو ناس كتير بتزود معاها الغازات. انت شوفي ايه اللي محتاجه توقفيه ووقفيه بناء على طفلك. والمشروبات برضو الغازيه زي البيبسي والسيفن وكده، وهي اصلا كده مضره. انت في الوقت ده انت محتاجه كالسيوم، حاولي توقفي اي حاجه تكون حمضيه وبتكون بتقلل الكالسيوم في جسمك. طول الفترة اللي فاتت من الفيديو كنا بنتكلم على ازاي نتجنب حدوث المغص. طيب لو الطفل بقى خلاص حصل له مغص، هنتكلم دلوقتي عن طريقتين ان احنا نتخلص منه، طرق طبيعية وطرق علاجية. هوريكي ازاي ممكن بشكل طبيعي ان انت تخرجي الغازات دي وتريحي البيبي. طبعا زي ما اتكلمنا عن 3 اوضاع التكريع وخدي وقتك فيهم، دول هيسهلوا كتير بالذات اثناء الرضاعة. طيب ايه كمان ممكن نعمله؟ ممكن نعمل زي تمرين كده للطفل اسمه العجلة، بتضغطي برجله الاتنين على بطنه بشكل العجلة. هوريهم لك كده في عروسة بنتي. يعني ادي الطفل بيكون نايم قدامك وانت بتضغطي يمين وشمال وتنزلي بشكل عجله. المهم تضغطي على بطنه شويه. التمرين ده عايزه اقولك لو استمريتي فيه ممكن 5 دقايق هتطلع كل الجازز وتسمعيها بنفسك، فما تيأسيش منه. هو من اكتر الحاجات الافكتيف اللي بتطلع الغازات من بطن الطفل. طيب ايه كمان غير تمارين عجله؟ انت هتقلبي الطفل على بطنه وابتدي هاتي البيبي اويل بتاعك او بتاع الطفل يعني، وابتدي ان انت حركي زي مساج كده على ظهره من ناحيه البطن، حركات دائريه مثلا شكل الساعه او حاجه. ده برده ممكن يساعده ان هو يريح بطنه كتير. حاجه كمان برده الشاور الدافي ممكن يحسسه ان هو زي في رحم الام، فالدنيا تريح معاه او تهدى معاه بالذات لو في مغص شديد. الطفل بياخد صناعي والمغص ده مستمر ومش بيوقف، وممكن كمان يكون مصاحب زي ما قلت لك امساك او براز مخاطي او ترجيع. وحتى لو بياخد طبيعي نعمل ايه؟ لازم نرجع للدكتور في الموضوع ده، لانه احتمال كبير يكون عنده حساسيه من بعض مكونات اللبن، سواء لبنك عنده مثلا لاكتوز انتولرانس ان هو عنده مش بيقدر يكسر اللبن،
او من اللبن الصناعي. لازم ترجعي للدكتور في الموضوع ده، لانه ده مش مجرد مغص عادي، ده لازم نغير نوع اللبن او كده. ازاي نشيل او نقلل من المغص بالطرق العلاجيه؟ في ادويه مشهوره جدا، والادويه دي سيف جدا على الطفل من اول عمر اليوم، اللي هي ماده الفعاله بتاعتها السايماسيكون. في منها في السوق او في الماركت حاجه اسمها سايماسيكون وحاجه اسمها دينتينوكس. الاثنين سيف جدا، اديهم له واديهم له بشكل منتظم، مش لازم تديله لما يحصل المغص، لانه هيكون بصعوبه ان هو بعد ما تتراكم بقى الغازات ان هو يطلع. لو انت ابنك كوليكي بيبي، اكتر فتره بيتعرف فيها المغص اديها له قبل حتى حدوث المغص، لان هو كده كده طالما هو كوليكي واسمعي من حد مجرب كده كده هيجي له مغص، فاديله الدواء قبل ما يحصل له حتى المغص. وفي برده حاجه تانية اسمها ماء غريب، برده اعتقد ان هي سيف ان احنا نديها للطفل، بس في عمر متاخر شويه، عن يعني مش زي السايماسيكون او كده، مش في عمر اليوم، لما يكبر شويه عند عمر 3 شهور. بالنسبه للنصايح الستات الكبيره، لا ما ترضعوش، اديله اعشاب. بصي للاسف النصيحه دي مش صح. عمر البيبي هو صغير قوي، معدته صغيره جدا، هو اللي هيحتاجه منك كميه لبن قليله. لو ما خدهاش الطفل مش هياخد كفايته، مش هيزيد في الوزن ومش هيكبر وهيتاثر. والاعشاب في الوقت ده حتى لو ريحته نتيجه ان بطنه هتضره من جهه تانية. ما ينفعش من عمر 0 لغايه 3 شهور او كمان 4 شهور تديله اي حاجه تانية غير لبن مهما كان فيه مغص، بس هو مش محتاج اصلا غير لبن. بلاش اعشاب بكل انواعها، بلاش ينسون، بلاش شمر، بلاش اي حاجه من الاعشاب، لانه لغايه عمر 3 شهور هي فعلا هتضره اكتر ما هتفيده. ممكن لو عند 4 شهور ولسه مكمل معاه المغص، وللاسف في اطفال بتكمل معاها المغص، ممكن الموضوع تديله بعد كده. بس هو كده كده في اطفال كتير جدا بعد دخول الاكل الصلب بيهدى معاها المغص، وفي اطفال بيكمل، فعشان كده بقول لك هو في اطفال واطفال. فممكن ندي الاعشاب بس بعد عمر ال4 شهور، ما تسمعيش لاي نصايح غير كده. وتعالي افهمك اكتر، كابوس المغص ده هيستمر معانا لمده قد ايه؟ بصي يا ستي، لو انتي ابنك او بنتك كوليكي بيبي، يعني بيشتكي كتير قوي او بيصرخ كتير قوي بسبب المغص، فانا عايزه اديلك هوب كده ان المغص ده فيه رول معينه اغلب الاطفال بتمشي بيها، اللي هي 3-3-3. يعني ايه 3-3-3؟ اول حاجه 3 ايام، 3 اسابيع، واخر حاجه 3 شهور. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني البيبي لما يجي يتولد اول 3 شهور من عمره بيكونوا اكتر 3 شهور فيهم مغص. ممكن اطفال تانية تنتهي مع اول 3 شهور وما يتلاقيش ان هو بيشتكي بسبب المغص تاني، وممكن اطفال تانية تكمل لغاية عمر السنة حسب قوة وشدة المغص ده. طيب في ال3 شهور دول هل كلهم كل ايامهم هيكونوا في مغص؟ لا، هيكون في 3 اسابيع من كل شهر في مغص، ده اللي بيكون الطفل بيصرف فيه اكتر، فللاسف هو بيكون اغلب الشهر مغص. طيب خلال الاسبوع نفسه هل كل يوم؟ لا، 3 ايام من الاسبوع هيكون اشد 3 ايام فيهم مغص. هتلاقي كده يوم بعد ظهريه كله اتقلب عياط وصويت بسبب بقى التراكم الغازات في بطن الطفل، وانه لسه جهازه الهضمي بيتطور عشان يقدر يستوعب اللبن والاكل الصلب بعد كده لما يجي يدخل. لو الفيديو عجبك ما تنسيش ان انت تدوسي لايك، وتقولي لي بقى لو في اي مشاكل تعرضت لها او كده تكتبيه في التعليقات تحت عشان اعرف ارد عليكم.